عمركم شميتوا ريحة شاورما لحمة في وسط البلد وخليتكم تقفوا كده من غير ما تحسوا؟ تعالوا بقى اقول لكم ازاي تعملوها في البيت بنفس الطعم والريحة اللي بتخلي الشارع كله يجوع. معايا كيلو الا ربع لحمة مقطعة شرايح رفيعة، عليها نص كوباية مية بصل وحبة زيت وخل، والبهارات ملح فلفل اسود بهارات مشكلة ورشة من جوز الطيب ومعلقة كبيرة عسل. هقلب كل حاجة مع بعض كويس وادخلها التلاجة على الاقل نص ساعة. مفيش حاجة بتفرحني قد انكم تكملوا الفيديو وتدعموني. عندي سؤال بقى، فيديوهاتي بتوصل لكم دايما ولا دي اول مرة تشوفوني؟ في طاسة هنزل بزيت وحبة دهون بقري، ولو عندكم ليا ضاني هتكون افضل، واشوحها شوية لحد ما تاخد لون ذهبي. هنزل عليها باللحمة وافضل اقلب لحد ما يتغير لونها، واوطي النار واسيبها تستوي شوية. لما توصل للون ده هنزل عليها ببصل مقطع جوليان واخلي النار وسط. اول ما البصل يدبل هنزل عليها بمكعبات طماطم، يا دوب الطماطم تدبل هنزل برشة الخضرة والطحينة، واعمل سندوتشات الكايزر. ودوقوا بقى احلى واطعم شاورما مصر. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وتشاركوها مع اصحابكم، وبالهنا والشفا.